المستشار، انا نقول لك واحد القضيه، راه اللي كيستعمل وسائل التواصل الاجتماعي لمساس الاشخاص راه كيطلق عليه تعويض. لهذا انا ادعو جميع المغاربه اللي قرب لك على مستوى استعمال التواصل، سير للمحكمه دير عليه دعوه وطلب له التعويض. حقك هذا، صورتك حقك، سمعتك حقك، اسرارك حقك، ما تخلي حد يقرب لهم. خص المغاربه انه وقت ما تعرضوا لشي تصوير او تعرضوا لشي تصرف من طرف وسائل التواصل الاجتماعي، انا ادعوهم او اطالبهم باش يمشوا للمحكمه يرفعوا دعوه، باش القضاء يحسب في هذه المواضيع هذه، من حيث يعرف الجميع بانه راه اي واحد دار واحد التصرف في وسائل التواصل الاجتماعي راه غدا غادي يتعرض للمواجهه القضائيه، كل شيء غادي يشد الطريق. اما الان كتضر المواطن وكيسكت وكيقول لك سي باس ما كاين، واحد تيقول لك انا نعطيه شي حاجه باش يسكت عليا، واحد تيقول لي لا خصنا نحبسوا هذه الامور هذه. لهذا مره اخرى اطالب من المغاربه أن كل من استعمل وسائل التواصل الاجتماعي للتصوير أو لنشر خبر غير صحيح أو أن يتحركوا إلى القضاء، هذاك حقهم، ويدخلوا في ثقافة حقوق الإنسان، ولا يدخلوا في حرية التعبير المساس بسمعة الناس وكرامتهم وحياتهم الخاصة. أطالب المغاربة أن يتحركوا وأن يحركوا الدعاوى، والقضاء سيحترم القانون، سيطبق القانون.